بنت صفية، ايه يا بنت اللي موقفك دي هنا في اوضه الفرن؟ ثانية واحدة يا اختي، بكلم حسنين. ايوه خلاص ماشي، هبقى اكلمك بعدين، يلا سلام عليكم. يلا خلاص يا بنت عادي كلميه، مش لازم تقفلي يعني. انا يعني كنت بسأل عليكي، امك كانت بتقولك فين العلاج. قلت لك خلاص يا حسنين هبقى اكلمك مرة تاني. ايوه عايزيني هنا، يلا سلام ماشي، هبقى اقول لك بعدين سلام عليكم. نعم يا اختي، كنت بتكلميني، كنت بتقولي ايه؟ علاج ايه؟ يا بنت علاج بتاع امك، مش جبتيه معاكي وانتوا جايين؟ ايوه صح، جبته معايا بقى في الشنطة. حاضر هروح اجيبهولها. قوليلي هي اتغدت الاول؟ ايوه يا اختي اتغدت. امال ايه يعني هنقعد مستنيينك لحد كده؟ يلا يا اختي هات العلاج، وبعد كده لو عايزه ترجعي تكلمي حسنين خطيبك تاني بكلميه. يلا يا بنتي همي، ولا خليه هي واخداني العلاج واوديه لامي. بقول لك ايه يا صفيه، خليك انت هنا اتكلمي زي ما انت عايزه، عشان بقى الدار مليانه يعني مش هتعرفي تتكلمي حسنين. هو فين الشنطه بتاعتك؟ الشنطه بتاعتي في الاوضه اللي بتاعت عمتك، هتلاقيها هناك، ولا اروح اجيبها لك؟ لا يا بنت خليكي، انا هروح اني. يلا بسلميني عليه. الله يسلمك يا اختي، والله بيسلم عليكم على طول. الله يسلم وربنا يتمم لكم على خير يا حبيبتي. انا هروح بقى علشان زمان الدكتور جه لاختك. في ايه يا بنتي يا صفيه، من ساعه ما جيتي وانتي مسجوجه هنا مش عارفه اتلم عليكي. في ايه؟ اكيد في التلفون بتكلمي خطيبك حسنين، انا عارفاكي. ماني هنا هوت ياما، رحت فين يعني؟ وبعدين يعني كان بيسألني على حاجة كده علشان يعني الشقة وكده، يعني حرام ان انا اكلم خطيبي في التلفون ولا ايه ياما؟ خلاص بقى ياما، مش هنا وهناك كمان. خلاص تعالي، انا عرفت فين العلاج بتاعك وهجيبهولك يا غالي، هروح اجيبهولك على طول واجي. بقولك ايه يا بت، أنا الصراحة مش عايزاك تخش في بيت عيلي، يعني أديكي شايفها أختك والمشاكل اللي هي فيها هي وسلفتها، يعني الحمد لله إن سلفتها التانية أختها، غير كده كان زمانهم فرجوا البلد كلهم عليها. هو أنا يما مش هسيب حسنين يما، ها وموافقة إن أنا أقعد مع عمه، وبعدين يعني ما أنا عندي شقة لحالي يعني زي إخواتي، ما فيهاش حاجة، عادي يعني إن أقعد معاهم في بيت العيلي. يا بنتي ما انت شايفه المشاكل اللي اخواتك فيه، عامه انا حذرتك وانت بقى اللي عايزاها اعملي. ها يما حسنين غير الناس كلها، حسنين بيحبني وهيخاف علي ومش هيزعلني. تعالي يما حضرتلك العلاج بتاعك يا حبيبتي بره. واه هو انتوا لسه بتتكلموا ولا ايه؟ تعالي احضرينا يا دعاء. بقول لها يعني بلاش حسنين علشان بيت العيلة وكده، اديكي شايفه المشاكل اللي انت عايشه فيها انت واختك مع سلفتك نوال، فبقول لها يعني نبقى اخدها من قصيرها كده ونسيبه اللي اسمه حسنين ده يروح لحاله، ده عنده 3 اخوات غيره، غير ان كمان اخواته عنده اخوات بنتين، يعني مش هتسلك معاهم، واختك زي ما انت شايفه كده بنص لسان ما بتعرفش ترد ولا تصد. وانا قلت لك مش هسيبه يما، ها أني حرة. خلاص يما انت حذرتيه وهي يعني متعلقة بحسنين، فخلاص مش مشكلة، وبعدين يعني احنا يعني هقول لك ايه بس ولا ايه، معلش يما ما تقلقيش عليه، ما احنا برضو مش عايزين نغصبوها على جوازة تانية، هي ونصيبها بقى، وبعدين يعني صوابع ايديكي مش زي بعضها، ممكن سلايفها يطلعوا زينين وحلوين، مش لازم يعني يطلعوا كيف نوال. امك حداها حق، انا نفسي والله اقول لك كده من زمان، بس يعني انتي متعلقه بحسنين ومش راضيه يكسر قلبك يا اختي. ايه اللي نزلك من فرشتك يا ولاء؟ يا بنتي كده احنا لسه مطمناش عليكي، روحي نمددي يلا واحنا جايين ها. يما انا كويسه وما فيش حاجه، وبعدين يعني انتوا عملتوا مشكله وعملتوا فرحه كني يعني اتاكدتوا ان انا حبلي، وبعدين انا سمعتكم كنت داخله الحمام يعني ومعديه كده وسمعتكم وانتوا بتتكلموا، ولا انا كلمتي يعني اللي وقفت في الزور. وانتي هتقولي لي يا ولاء ده انتي من زمان وانتي بتلمعي اوكر. سمع يما بنتك ها عشان تعرفي بس مش نوال اللي بتقعد تلسن علي، اختها وعماله تلسن عليا وتقول لي ان انا بتصنت وبلمع اوكر يعني. يا بنت اختك وبتهزر معاكي، هو انت هتجيبي اختك زي الغريب؟ فيه ايه يا ولاء، هو الحمل اثر على دماغك يا بنت ولا ايه؟
يما مش دي المهم دلوقتي ان كلكم واقفين ضد حسنين. مش دي اللي انتوا فضلتوا تقنعوني بيه قد كده علشان اوافق عليه، وبعد ما اتعلق بيه تقولوا لي سيبوه. لا مانيش سايباه، ولو هقعد حتى تحت مع عمه في قاعه واحده، مش في شقه لوحدي، هاخده وهتجوزه كمان. خلاص يا اختي روحي واتجوزيه، بكره تندمي وتقول امي واخواتي كان معاهم حق. وبعدين يعني اللي بيشيل قربة مخرومه مش عارفه بتعمل ايه على دماغه. انت حره يا حبيبتي، شيلتك. ها اتجوزيه يا حبيبتي، اتجوزيه. هو بكره نقعد ورا الحيطه ونسمع الزيتي. انت حره، بس افتكري ان احنا حذرناكي انا واخواتك. ماشي، ما حدش ليه صالح بي. يلا يا بنت خلينا نرجع على الجودة بتاعتك. يلا يا بنتي يا دعاء. بقول لك ايه يا ولا، خلاص احنا حذرنا اختك مره ومش عايزين نتكلموا معاها في الموضوع ده مره تانية عشان ما تتضايقش. خلاص اللي تشوفيه يا اختي. واه الثنائي المرحني. عاوزه ايه يا نواه؟ عايزه ايه؟ هاني تعبانه وبصي مش طايقه نفسي والله. عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه يا اختي، بس اختك دلوقتي كانت لسه بتقول ان انت تعبانه ومش قادره حتى تشيلي كوبايه من مكانها. ها ماني شايفاكي قدامها، فيك صحي تهدي الدار وتبنيها مره تانية. في ايه يا نوان؟ ما تقولي ما شاء الله. ايه كلامك العفش دي؟ بقول لك ايه يا ولاء، خشي جوا يا بت، خشي جوا وانهجي ارجيكي واقرا عليكي آية الكرسي. الله اكبر من عينيكي يا نوال. حصليني على جوا يا اختي، اني مررت مفجوعه لوحدها مش قادره اتكلم في حاجه. بقول لك ايه يا نوال، انت اكيد يا اختي خلصتي. بقول لك ايه، ديري بالك على الاكله اللي على النار. كنا بنعمل شويه عدس كده عشان نفته فيه حبه عيش، فخلصي. صح، وانا لسه ما خبزتش العيش. حضري الحاجه وانا جايالك ماشي؟ ولا اقول لك تعالي نخبز في الفرن التاني عشان مش لسه هنحمده. ماشي يا حبيبتي، مستنياكي هناك. اللي هي يستناك عفريت يا شيخي، انت واختك واخلص منكم انتوا التنين في ساعه واحده. واه في ايه يا نوال؟ مالك يا بنت انت واقفه ليه كده في مدخل الدار ليه؟ ما فيش حاجه يا اخوي، بتفرج على اللي رايح واللي جاي. اخواتك ومراتاتهم ومرات خالك وخالك كلهم قاعدين جوي، مش طايقه النفس حتى اللي في الاوضه جوي. قلت اشم شويه هوا. حرام يا عم حسن. ربنا يهديكي يا نوال، اعمل ايه فيكي بس؟ كل واحد بياخد نصيبه. هو انت نصيبك يا اخوي طلع عفش للدرجه دي؟ خلاص ما بقتش طايقني. ايوه ما انت كده عامل زي القرع بتمد البر على طول، واقف في صف امك واخواتك وولاد خالك. ها ماشي يا حسن. لا ده انا داخل جوه، ده انت شكلها هربت منك على الاخر. روح يا اخوي، روح اقعد مع امك واخواتك جوه. وفين الدكتور ده اخر كده ليه؟ السلام عليكم، دار الحاج حموكشة دي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه حموكشي بقى حاج؟ ما شاء الله. ايوه يا اخوي هي دار الحاج حموكشي. اتفضل تعالى يا دكتور. طب بعد اذنك قول لهم ان انا جيت. ايوه يا دكتور، ما انا واقفه ومستنياك اهو، بس يعني كنت عايزه اتفق معاك اتفاقك ده. اكيد انت اخت المريض، انت قلقانه عليها بالطريقه دي. تعالي وانا اطمنك عليها على طول. لا انت فهمتني غلط. انا يعني المريضه دي اللي انت هم جايبينك علشان تطمن عليها دي سلفتي، وانا يعني كنت عايزه اعمل معاك اتفاق هديك فيه اللي انت عايزه، بس تقول الكلام اللي انا هقول لك عليه. وايه بقى الكلام اللي انت عايزاني اقوله؟ هو انت اسمك ايه؟ لازم يعني انا اسمي نوال. ها وهديك اللي انت عايزه من جنيه ل1000 اللي انت عايزه، بس تعمل اللي هقول لك عليه بالظبط. ماشي خلصيني، يعني ايه اللي انت عايزاه مني؟ هم جايبينك هنا علشان شاكين ان سلفتي حبلي، فانا عايزاك يعني تكتب لها دواء ان هي تسقط، وهي فاكره ان هي تاخده ان ايه علشان الحمل يعني، واللي انت عايزه هديهولك علشان يعني ايه انا الصراحه مش عايزه الحمل ده. وانت مش عايزه الحمل ده ليه؟ هي ضرتك دي سلفتك في ايه؟ ما انت مش فاهم حاجه، يعني انا وهي كده على طول في مشاكل وكده، والصراحه انا مش بحبها. وهتعمل اللي انا قلت لك عليه ولا لا؟ مالكش صالح، انت ليك صالح بالفلوس اللي هتطلبها هتاخدها. عامة خلاص يا اللي اسمك نوال انت، خلاص مش مشكلة، نبقى نتفقوا بعدين وهعمل لك اللي انت عايزاه، بس يلا شوفيها كده جاهزة عشان اخش اكشف عليها ولا لا؟ ماشي هشوف لك الطريق. يما الدكتور جه، خد طريق. يا ابوي على الحقد اللي في الناس، لا اله الا الله. امال لو كانت ضرتك كنت قتلتيه؟ ربنا يسترها. انا لازم اساري اللي اسمها نوال دي وافهمها ان انا كتبت لها دواء يسقطها، وانا هديها اساسا دواء ان يثبت الحمل. ربنا يسترها. تعالى يا دكتور سلفتي جاهزه. ماشي يلا. هتعمل اللي اتفقنا عليه ماشي، والفلوس اللي انت عايزها تجيلك لحد بكره على العياده.
ماشي ماشي، انا هديها دواء علشان اصقتها. ايوه كده منيح، يلا تعالي. تعالى يا دكتور، اهلا وسهلا، اتفضل، اختي نايمه جوه. وانت مين؟ سلفتها برضك؟ لا يا دكتور، دي تبقى اختي، اتفضل تعالي. ربنا يطمنك عليها يا مرات خال، ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يما، وباذن الله اختي تطلع حبلة فعلا ان شاء الله يا بت. مبروك، هي فعلا حبلي وفي الشهر الاول. ان شاء الله يا امين اختي، يا قلت لك رب، اللهم امين، ربنا يتمم لها على ربنا خير. يتمم لك على خير يا اختي، قولوا امين. ها يا دكتور، كتبت لنا العلاج علشان تاخده والحمل يثبت كده، كتبته لها. ايوه كتبت روشته جوه، بروح اشتريه بقى. ماشي، سلام عليكم. بقول لك ايه يا حاجه، انت حماتها ولا امها؟ لا يا ولدي، انا امها، في حاجه ولا ايه؟ قلقتني. ما فيش حاجه، انا كتبت لها العلاج وتاخده بانتظام علشان ربنا يكرمها. انت عارفه ان بنتك ضعيفه يعني، وجسمها ضعيف، وديروا بالكم عليها كويس جدا، وكل يوم تديها العلاج بتاعها بانتظام. ماشي يا دكتور، ما هي اختي وتبقى سلفتي في نفس الوقت يعني. ماشي، يلا ديري بالك على اختك. سلام عليكم. ان شاء الله اول ما تتم ال3 شهور تيجي عندي في العياده او تتصلوا بي عشان اجي يعني واغير لها العلاج وكده. ان شاء الله يا دكتور، ربنا يخليك يا رب، شكرا. اتفضل معايا يا دكتور علشان اوصلك للباب. يلا يا بنتي تعالى عشان اطمن على اختك جوه. شفتي يما، الحبل طلع بجد يما. ربنا يعيني. امال بهزار يا بيت، ما احنا قلنا لك من ساعتها واحنا شاكين ان فعلا هو حبل. ديري بالك على حالك بقى، ماشي؟ اهم حاجه يا خالتي ان هي تاخد العلاج بانتظام، وانا بنفسي هشرف عليها كل يوم وهديها العلاج بنفسي. لا يا اختي ريحي حالك، انا هنا ودايره بالي على اختي كويس، وهديها العلاج اللي الدكتور لسه كتبه لها. ريحي حالك انت يا نوال، وديري نفسك، ديري بالك على نفسك يا حبيبتي، كتر خيرك. يا بنتي كتر خيرك. اختها هنا معاها وهدير بالها عليه. خلاص اللي تشوفوه يا خالتي. يلا الف سلامة عليكي يا ولاء. يلا كده عقبال ما تولدي لنا البت التالتة كده وتملى علينا الدار بنات. ان شاء الله يا اختي عقبالك.